برشلونة ينتزع صدارة الدوري الأسباني وريال مدريد اتهزم يا رجالة. امبارح كان في مباراة قوية جدا واللي جمعت الفريقين ريال مدريد وريو فيكانو. ريو فيكانو كان مقدم مباراة قوية جدا ضد ريال مدريد، ويعني مفسحهم الصراحة الهجمات والتسديدات وكل حاجة على المرمى كانت، والاستحواذ كله كان لريو فيكانو، وكان يستاهل ان هو يفوز على ريال مدريد. ريال مدريد اداؤه كان مخيب جدا امبارح. فينيسيوس نايم خالص امبارح، هو بيتعارك بس مع لعيبه ريو فيكانو، واسينسيو ما بيعملش اي حاجه، رودريجو عمال يضيع في كور. فريو فيكانو الصراحه كانت تستاهل ان هي تفوز على ريال مدريد. بعد فوز ريو فيكانو على ريال مدريد ادى الصداره لبرشلونه على طبق من ذهب. برشلونه حاليا الاول على الدوري برصيد 34 نقطه، ويليه ريال مدريد برصيد 32 نقطه. وكمان برشلونه النهارده عنده مباراه ضد اوساسونا في الدوري الاسباني، ديت اللي هتعزز كمان صدارته في ترتيب الدوري الاسباني. المباراة ديت هتكون النهارده بإذن الله الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة. تعالوا بقى نتعرف على التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة أوساسونا. في حراسة المرمى تير شتيجن، وفي الدفاع بالدي، كريستنسن، وإيريك جارسيا، وماركوس ألونسو. وفي احتمالية إن إيريك جارسيا ما يلعبش وينزل بيكيه مداله كبديل، عشان إيريك جارسيا لسه ما تعافاش بالكامل من إصابته. هتقول لي بيكيه اعتزل يا عم، هتلاقي في فيديو في الآي هنا بيقولك إن بيكيه في امل كده ان هو ممكن يرجع تاني بسبب اصابه كوندي واصابه ايريك جارسيا، وان هم ما عندهمش بديل ليه. في خط الوسط جافي، فرينكي دي يونج، وبدري. وفي الهجوم عثمان ديمبلي، ليفاندوفسكي، وانسو فاتي. دي التشكيله المتوقعه لبرشلونه في مباراه اوساسونا النهارده باذن الله الساعه 10:30. ما تنساش النهارده هنعمل بس لتحليل المباراه. بس يا جماعه كده خلاص فيديو النهارده. لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ومن غير ما اطول عليكم، سلام.